السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. نتمنىكم تكونوا في أحسن حال، في صحة جيدة إن شاء الله. اليوم غنقدم لكم هاد الكلاص بما أنه الصيف على الأبواب وكيكونوا الأفراح وكيكونوا مناسبات وكنحتاجوا شي حاجة اللي تبرد علينا. غنعطيكم هاد النوع من الكلاص كيجي رائع وكيجي لذيذ وزوين بزاف. تابعوا معي الفيديو حتى النهاية ديالو، متابعة طيبة للجميع إن شاء الله. بالنسبة للمرحلة الأولى نديرو يعني كنديرو ناخدو لي فخوي غوج، عندنا الفخيز، عندنا الكاسيس، فرومبواز، الميرتيل، المهم على حسب الموجود. كنوضعهم هكا في يعني في كاسرول، كنضيف لهم تقريبا واحد 4 ولا 5 المعالق كبار ديال سنيده، وكنخليهم على عافيه مهيله حتى كيعقد عندي شويه الخليط، وكنخليه تيبرد تماما. هذه كمرحله اولى، يعني هو الاول كنوجدوه. هنا بالنسبه للمرحله الثانيه عندنا البخاليني، كنوجدوه يعني ديال المنزل. عندنا تقريبا واحد 2 المعالق، جوج كيسان ديال اللوز، كنحمرهم في الفران مزيان حتى كيتحمر. كنحس يعني كنقسم الحبه وكنشوف بانها مدخلها يعني اللوزه بدات كتحمر. نقلب 2 ولا 3. هنا كنتاكد بانه راه اللوز كامل تقريبا محمر. كنخرجوه مازال هو سخون، كنضيف معاه الا كانوا عندنا تقريبا 2 كيسان ديال اللوز، كنضيف كاس ديال سنيده. مهم كندير كطحنه اولى، كنطحنها مزيان. من بعد ما كنحس بانها طحنات، كنضيف لها تقريبا 3 حتى ل 4 ديال الكيسان، 4 3 ديال حتى ل 4 المعالق كبار ديال الزيت، وكنعاود نطحن مزيان ريت ما يولي عندي بخاليني. هنايا عندنا في المقادير ديال الكلاص عندنا البخاليني، عندنا نيسلي كراميل، عندنا كذلك هنا المستحضر ديال الشونتي، يعني حيت كاينين جوج، كاين البودره وكاين المستحضر. يعني انا بالنسبه لي حاولوا انكم تنتبهوا لهذه المساله باش تاخذوا المستحضر وما تاخذوش، يعني هذا كيجي فيه ألد وكيجي زوين. عندنا جوج فلون كراميل اولا نقدروا نديروهم فاني. عندنا كذلك الكريمه هولالا، عندنا تقريبا نص سيترو يعني بالنسبه لهذا. وعندنا كاس ديال الحليب يكون بارد، يعني خارج من الفريغو من المجمد، حاولوا انكم ديروه في المجمد. يعني هنايا في العجانه كندير المستحضر ديال الشونتي، كندير الكاس ديال الحليب يكون بارد، كنضيف تقريبا 500 غرام ديال الكريمه، كنضيف هذوك جوج ديال الفلون، وكنطرب كل شيء حتى كنحس بالكلاص ديالي يعني وجد. من بعد ما كيتطرب عندي مزيان، واخا ما بينش لكم كيفاش تطرب، ولكن تطريبه عاديه، لان غادي انا ناقصه الصوت لانه الازعاج ديال الاذن ديالكم وداك الشيء. من الافضل انني ناقصه بزاف الصوت باش مهم تركزوا مع الفيديو. هنايا من بعد ما طربنا مزيان الكلاص ديالنا وحسينا بانه وجد، كنضيف ليه تقريبا 5 المعالق كبار ديال البخاليني، وعندنا تقريبا واحد 4 المعالق كبار ديال نيسلي كراميل. صافي كنطرب كل شيء من الفوق لتحت مزيان حتى كنحس بداك الكلاص يعني تخلط مزيان مع داك البخاليني مع داك الكراميل، يعني نيسلي كراميل. صدقوني يا البنات الا جربتوه اولا الاولاد، مهم كلشي. انا مثلا نهضرش غير مع البنات، يعني كلشي دابا الحمد لله هادشي ولا كلشي كيصوبوا كلشي الحمد لله. يعني الا جربتوه راكم ما غتندموش عليه وغتعاودوا تجربوه لانه لذيذ ولذيذ بزاف. انا كندرتو في واحد العراضه ما نقولش لكم جا رائع بزاف وبشهاده الجميع، كلشي شكرو. من بعد ما تخلط عندي الكلاص، كناخد بواطه تكون فيها غطايه يعني كتسد مزيان. انا كنفضل هاد البواطه هادي على هذاك الاطار اولا السيركل. من الافضل اننا نديرو البواطه كتجي ساهله، حيت كنقلبوها ما كنتعذبوش معها، ما كنتمحنوا معها دغيا دغيا، يعني بسهوله ان الكلاص ديالنا كيدي موله صافي وكنزوقوه. كيف ما لاحظتوا معايا يعني ما كنديرش الكلاص كامل، كندير غير النص في الخليط فقط، يعني كندير نصف الخليط. وكنحاول انني ندير لي فخوي غوج. وكيف ما قلت لكم بالنسبه لي فخوي غوج من الافضل انكم يعني ديروها البارح اولا مثلا نص في الصباح اولا على الاقل ساعتين، اولا مثلا الا درتو خصو ضروري يبرد مزيان باش الكلاص ديالنا، لانه هو تطرب مع الحليب بارد مع الكريمه حتى هي بارده. باش اننا نتاكدوا من نجاح الكلاص ديالنا، خصنا نديرو يعني نخدموا حتى هذاك لي فخوي غوج انهم ما يكونوش سخان،
يعني نتابعوا لهاد المسألة باش يكونوا يعني شوية باردين، يعني من الأفضل أنهم يكونوا باردين. كيف ما لاحظتوا معايا أنني درت الطبقة أولى، يعني درت غير النصف فقط، درت لي فخوي غوج وتنغطي بالطبقة الثانية، وكنحتفظ به يعني في المجمد ريتما يعني نقدمه. هو بالنسبة مثلا إلا درناه في المجمد نحاول أنني نديرو تقريبا واحد على الأقل 10 السوايع أو 12 ساعة باش حتى كيجمد وكيشد فراسو مزيان. هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا انني كنحاول انني نقاد الوجه مزيان ديال هاد الكلاص هذا، نقادو باش ما يجيش جهه طالعه وجهه هابطه، وصافي. وكان كما قلت لكم كنخشيو في المجمد راه تما نزو يخرج، ودغيا راه دغيا كيدي مولا. كندير غير شي حاجه هكا سخونه دغيا دغيا راه كيتقلب في البلاصه. وكما كتلاحظوا معايا انني زينته بنيسلي كراميل وشويه ديال النوازيت. يمكن نتوما تزيدوا شويه ديال الفريز شويه ديال الفرomboise على حسب كل واحد وشنو كيبغي. الكلاص ديالنا هذا الشكل ديالو النهائي كيجي اكثر من رائع، زوين بزاف ولذيذ. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالتعاليق المحفزه وبلي لايك. الى فيديو اخر تنقول لكم شهيه طيبه، الله يسر امورنا واموركم بالخير. وبالنسبه للكريمه ديال اللي درت تقريبا درت فيها 500 غرام. اللهم يسر ونهاركم مبروك، شهيه طيبه. نتمنى اننا نتلاقاو في ساعه اخرى ان شاء الله. نهاركم مبروك، مع تحيه سناء عنباري.